النور، صباح الحب والسعادة. كيفكم؟ وش أخباركم؟ لي كم ما صورت لكم العناية، بس لا تفكروني إني مسافرة، ما قاعدة أهتم. 24 ساعة في كل زمان وفي كل مكان أنا قاعدة أهتم، سواء في شعري، سواء في بشرتي، سواء شنو ما كان. خلوني أوريكم، لأنه أكثر أسئلة على شعري، فدايما أقول لكم يا بنات أنا أستخدم هذا وهذا من كريستس، وهذا البراند أستخدمه لشعري. وشوفوا إيش جايبة معايا، الجهاز حقي حق الشعر. كل يوم أستخدم، بس تخيلوا يا بنات، ترى هذا أوكي، وترى حتى هذا في ناس كثير قالوا إنه هذا ترى كمان يطلع شيب، فقاعدة أشوف إنه في شيب في شعري، بس عاد ما عندي مشكلة، أهم شي شعري. شايفين كيف؟ أهم شي شعري يتغير ويكثف ويطول، خلاص ما علي من أي شي ثاني. يقولوا اللي يقولوا، يصير اللي يصير. أنا في الأخير أبغى نتيجة لشعري. لأنه الشيب عادي نصبغه، انتهى الموضوع. يعني أنا ما أشوف إنه مثلا عائق إنه ما يخليني أهتم بشعري، فهمتوا؟ يعني للأمانة قاعدة أهتم بذمة وضمير في شعري، حتى قاعدة أفكر إنه كمان مع عنايتي إني أسوي شو اسمها بلازما للشعر، عشان حقيقي أوصل لعناية يعني مكثفة. بس للأمانة البخاخات هذه أغنتني عن أشياء كثيرة بشكل يومي. شوفوا، هو يا بنات انتم إذا وصلتوا من النتيجة بعد 3 أشهر تقدرون توقفون، يعني عادي. بس أنا أحس إنه خلاص صار زي الإدمان. يعني لي الحين كم أكثر، والله لي فترة طويلة. وبعدين الحلو يا بنات إنكم تحطونها على شعوركم وتستشورون عادي، لا يزيت لك شعرك ولا يدهن لك ولا أي شيء. هذا أحلى حاجة بصراحة. حتى قاعدة أفكر أبغى أقص الأطراف عندي، بس قلت إيش، قلت لما أوصل جدة إن شاء الله أشوف لي صالون وأروح أقص الأطراف. بنات انتبهوا يجي على وجيهكم، أنا مرات والله يجي على وجهي. يزين المساج حق الشعر، يجيب الراحة النفسية. بنات دايما سووا مساج، دايما يعني دايما اجلسي وقعدي سوي مساج، عرفتوا؟ يا شعري الشعور هذا أنا أحبه.
خلوني أكمل لكم بنات. هذه المنتجات إذا تبغون تطلبونها ادخلوا على البوتيكات، أوكي، وادخلوا على البوتيك حقي وتقدرون تطلبونها. أنا منزلتها في البوتيك عندي، لكن للأسف المنطقة اللي أنا فيها ما تدعم بوتيكات، يعني أي روابط وزي كذا وأشياء ما تدعم، بس تقدرون تطلبونه من البوتيك عندي. والله يا بنات ما راح تندموا. أكثر اثنين أنا أراهن عليها في الحياة. أول حاجة مع الاستمرارية توقف لك التساقط، أوكي، ما أقول لك توقف لك التساقط 100%، يمكن أو على حسب يعني كل إنسانة، طيب، وكل واحدة وجيناتها وأشياء وفيتاميناتها وأشياءها هذه، طيب، لكنها راح تساعدك. أول حاجة تكثف لك شعرك، أوكي، تطول لك شعرك، شو اسمه، خلينا نغير اللون على أزرق، شكله بدأ يطفي بطارية لأني من يوم ما جيت هنا ما شحنته. فزي ما قلت لكم توقف التساقط، تطول شعرك، تكثفه. اوكي، ادري انك خلاص خلصت. شو طيب، تكثف لك شعرك، توقف لك التساقط، تطول لك شعرك. بس بنات الكثافة الكثافة الكثافة، تعطيكي كثافة مجنونة للشعر، تطول لك شعرك مرة تجنن. وبنات دائما سوي مساج، سوي مساج، سوي مساج، سوي مساج. أنا دائما أقولها، حتى شفتم الحركة هذه اللي تقلبين شعرك على تحت، دائما سويها، اقلبي شعرك على تحت، طيب، وسوي شو اسمه، وسوي المساج، وبإذن الله توصلون لنتائج يا بنات. كلنا مو بس يعني انتوا لحالكم، حتى أنا معاكم نوصل لنتائج في شعورنا ما تخلص سنة 26 إلا شعورنا تجنن. حتى في دعاء بكتب لكم أنا لما شعري أجي أمشطه، أو أنه أجي، ما بقوله لأني في الحمام، طيب، يعني دائما لما أجي أمشط شعري أو أجي أستخدم أي منتج لشعري أقوله، بكتب لكم هنا، صوروا الشاشة، سيروا قولوا دائما باستمرار، مرة يجنن للشعر. حتى مو دعاء، هي آية، يمكن ما بلخبط، بس خلونا ننزلها لكم. ولا انت ما حد يشبهك، مالك شبيه اصلا علشان اشبه ابدا، ولا بحد يهواك كثري لو رايحين نفطر. للأمانة قلت ما أبغى ولا سيارة، أبغى أمشي. يقول لك الحركة بركة، خلوني استغلها لأني عارفة لما أرجع السعودية ما عاد شو اسمه، ما عاد بمشي، كلها سواقة، كل شيء بالسيارة. قلت خلوني استغل الفرصة وإيش أمشي شوية، أتحرك وأحرك جسمي. وكل كل يوم أصلا في أي مكان تسافرونه، بالذات إذا كنتوا تمشون، كل يوم راح تكتشفون أماكن جديدة. يعني زي قبل شوية اكتشفت هنا هذا الطريق في مطاعم وفيه كافيهات وفيه كل حاجة، بس إنه أنا في مطعم حق فطور رايحت له، يعني بحثت عنه زي كذا وشفته، فقلت أبغى أروح. بنات أمس مو إحنا جينا من عند هذاك الجسر ولا شيء ثاني؟ هذا اللي هنا زي البرج، هذا شو اسمه الحديقة، صح؟ هيا تخيلوا، شوفوا الحين من هنا أقرب من الطريق اللي مشيناه أمس، صح؟ شوفوا على طول جابنا عنده.
والله أمس لفينا كامل. واو شوفوا 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 يا الله، شوفوا قديش استمتع بحياتك، ما تفكرش في بكره قوي لانك مش عارف بكره جاي بايه. خلي بكره لصاحب بكره، وانت طالما ما بتغضبش ربنا عيش حياتك واستمتع، بسط وافرح. لو في جيبك جنيه او في جيبك 10 مش هتفرق، اهم حاجه تنبسط. من تقوت صوتك سولف الزعفران عادي وشلون في جمال المكان لا يعلى عليه. تخيلوا أنا من أول جلسة هنا صراحة خيال. شوفوا شوفوا يا بنات، تدرون ايش ناقصها؟ ناقصها شاي بنعناع وأحلى تكوى إلين العصر ولا قبل المغرب. السلام عليكم، مين جيتك معي؟ بسرعة يرد علي واتساب. حيا الله. ما قدرت أتحمل، قلت إيش خليني ألبس الجاكيت لأن الجو بارد. كنت بوريكم البطات، شوفوا شوفوا يا بناتي دفي والله، برد. وهذا لسه ما جاء الليل، ولا وكمان تخيلوا في مطر، يعني اليوم بينزل أمطار كمان. أصلا كل يوم لما نسافر في أمطار. تدرون قاعدة أصور لكم ما عندي نت، لو هذا كان رديت على تعليقاتكم في المكان الحلو هذا. هذا المكان أنا جالسة فيه، لو تطلبون إيش ما تطلبون ما راح أقول لكم لا.
يعني أرجع علاقات، أسولف، أسامح أي أحد أنا زعلانة منه، لأن المكان خيال. شوف يما أبغى يطيح الجوال. أحس بكرة لازم أجيب لي فرشة وأجي أتكي هنا. في كراسي بس إنه لما تجلسين في الكراسي ما عجبني كثر ما عجبني لما أكون جالسة هنا، عرفتوا؟ بنات شوفوا جالسة ناديها كذا. أقول لها ميو تشرد. يلا تعالي شوفوا. والله لو انها في غابة رغدان اني ما القاها الا بقدر الضغط انهم اللي يمسكونها ويطبخونها وياكلونها. لو انها في الحدايق عندنا. شوفوا قبل شوية جلست أعطيهم أكل، اتجمعوا علي كلهم، أنا قاعدة أعطيهم أكل. نص أكلي أعطيتهم. يما نحلة تفكرني عسل، ترى أنا إلاف الزهراني من قلوة. والله النحلة وقفت هنا. والله لو تقرصني ما فيها إلاف الزهراني من قلوة، فيها كذا تنفيخ. شوفوا قاعدة أغشها. ها شوف تروح وتجي عندي، تروح وتجي عندي، تروح وتجي عندي. ودي تدرون ايش؟ ودي يكون معايا فرشة وأنسدح هنا، بس المشكلة كله غرقان. والله يا بنطلوني غرقان. مشكلة بناتي تأخروا. هناك في زي الاحتفال صورت لكم بناتي فيه. أنا بصراحة ما عجبني. ليش؟ فيه ريحة قاعدين يطبخون هام وقفي الريحة، ما قدرت أتحمل. عاد أنا خلقة بطني كل شوية يقلب علي. قبل شوية مريت اشتريت الجاكيت هذا، ما قدرت أتحمل، والله ما قدرت أتحمل البرد. والله الناس كلهم طلعوا إلا بناتي، آخر ناس تطلع. الناس كلهم افلحوا. اسمي من اسمك يا أسماء، مش بس صدقت اقسم بالله. اسمي من اسمك يا أسماء، مش بس صدقت اقسم بالله. اسمي من حبيبتي يا أسماء، مش بس صدقت اقسم بالله. اسمي من اسمك يا أسماء، مش بس صدقت اقسم بالله. اسمي من اسمك يا أسماء، مش بس صدقت اقسم